اوعي تكوني بترمي غطا علبة السمن. هقولك على فكرة حلوة قوي تعمليه بيها. حقيقي يا ريتني عرفت الافكار دي من زمان. شوية افكار هتنفعنا جدا في البيت. بس ما تنسوش اللايك يا حلوين، ويلا بينا نبدأ الفكرة الاولى مع بعض. اول فكرة معانا، لو انتي بتطبقي كده الملايات وطبعا بنحطهم كده في الدولاب وندور على كفرات المخدات في ناحية ونلاقي الملاية في ناحية، هقولك على فكرة حلوة قوي تعمليها. هتروحي جايبة الملاية كده وتطبقيها كده عادي زي ما احنا بنطبقها، مفيش اي مشكلة خالص. الفكرة دي بتعلمك ازاي تنظمي الملايات بكل سهولة. وهتروحي كده حاطه كل كفرات المخدات، بس تسيبي كفر كده على جنب. الكفر ده هنعمل بايه؟ كانه جراب كده يا جماعه للملايه والكفرات المخدات التانية. فبكده هنعمل كده كمنظم كده منه لنفسه، وهنحط الملايه كده كحشو للكفر نفسه، وبكده هيسهل علينا ان احنا نلاقي الملايه والكفرات بتاعتها في مكان واحد. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي بعد كده، لو انتي من الناس اللي بتجيبي الشبت وبقدونس بس مش بتستخدميهم على طول، طب هقولك على فكره حلوه قوي. اوعي تستخدمي ورق الالومنيوم او المناديل، لان يعني ورق الالومنيوم والمناديل دي كانها فتره كده، يعني يومين 3 وكده. لكن لما تستخدمي الطريقه اللي هقولك عليها هتعيش معاكي اطول فتره. هتجيبي برطمان ولازم يكون ناشف كويس جدا جدا. ممكن تنشفيه بايه وتعقميه؟ هتحطيه كده على النار وهيتعقم ومش هيكون فيه ولا نقطه ميه ولا اي حاجه خالص. بعد ما نعقمه او ممكن ننشفه كويس جدا جدا، بعد كده هتروحي حاطه الشبت والبقدونس جواه. طب لو هو كده كبير هيكفي مثلا الشبت والبقدونس بالكميه اللي انت محتاجاها. لكن انا هنا وزعتهم على 2، فرحت حاطه الشبت في البرطمان. وطبعا اوعي تغسليه، ممنوع خالص تغسليه، لانك لو غسلتيه هيفضل يومين 3 كده ويروح كده اصفر خالص. وبعد كده قبل ما نحط الغطا هتجيبي اي كيس موجود عندك علشان نمنع اي بخار من التلاجة او هواء. فبكده البرطمان ناشف والخضار ناشف، وقت الاستخدام وهيطلع معاكي كده كويس جدا اخضر وزي الفل، وهيقعد معاكي فترة كبيرة. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده. لو انتي عندك بنطلون كده من الولاد وهم جايين المدرسة او الدرس او رايحين في اي حتة والزرار ده ما بيثبتش خالص، هقولك على فكرة حلوة قوي، خصوصا بقى الولاد اللي ما بيحبوش اي حزام. هقولك على فكرة جميلة. هتروحي جايبة اي توكة من توك الشعر، وبعد كده هتلفيه كده من النص وتفتحيه بالشكل ده وتحطيه كده بالشكل ده. عايزه اقولك هيثبت يعني حلو جدا، وكمان احسن من الحزام، ويعني سهل ان هو يعني يشيله ويحطه تاني. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. هاتي علبه كبريت بالشكل ده وشويه رز، وتعالي ما اقولك على فكره عبقريه يعني تايهه عننا من زمان، خصوصا الناس اللي لسه بتستخدم الكبريت من وقت للتاني كده. عشان في ناس بتقول انا ما بستخدمش الكبريت. الكبريت يا جماعه من الحاجات اللي لو لمسها اي رطوبه ما بتولعش خالص، وبتكون كده طريه وبتبوظ خالص. فاسهل حل علشان نستخدم الكبريت ويفضل كده كانه فريش كده، هنحط كده ايه شويه رز علشان يمنع اي رطوبه تلمس الكبريت في اي مكان. الرز من الحاجات الحلوه جدا اللي بتشيل اي رطوبه من الليمون من الكبريت من اي حاجه. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت من الناس بقى اللي بتشيل البرطمان كده او غطا البرطمان ومش بتعرف تشيل الحركه دي هي فعاله، بس في ناس ما بتعرفش. هقولك على فكره حلوه قوي. هتروحي كده جايبه ايدك وضغطه كده ضغطه جامده كويسه جدا. عايزه اقولك البرطمان هيتفتح بكل سهوله. لو انت من الناس بقى اللي بتحتاري في غسيل المرايات ومش عندك ملمع زجاج ولا اي حاجه، هتجيبي اي كيس موجود عندك، وبعد كده هتجيبي شويه صابون سائل وتدعكي اي مرايه. عايزه اقولك يعني ما بتجرحش خالص، وبتغسلها كويس جدا، وحاجه كده منجزه في اي بيت ومتوفره عندنا كلنا لو عايزه تنضفي المرايات. وبعد كده هتجيبي اي فوطه وتنضفي المرايات بكل سهوله. اتمنى الافكار تكون بتعجبكم كده وانا بشرح، وما تنسوش اللايك كده وصلوا على النبي في الكومنتات علشان كده كلنا نكسب حسنات. بصوا المنظر حاجه كده تحفه. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك طاسه مليانه زيت، اوعي تستخدمي السلكه كده على طول. هاتي اي ورق جورنال موجود عندك، اي ورق زبده، اي حاجه، وتشيلي الزيت، لان ورق الجورنال من الحاجات اللي بتشيل او بتمتص الزيت بكل سهوله. كانوا بيحطوها زمان كده في الطعميه لو فاكرين. وبعد كده هتغسلي الطاسه كويس جدا، فدي راحه ليكي في البيت، خصوصا يعني الزيوت في المواعين بتبقى مستفزه حقيقي. الفكره اللي بعد كده، لو انت عايزه تسخني عيش والعيش بيتحرق منك، هتجيبي كده اي طاسه موجوده عندك، وبعد كده هتجيبي الشبكه دي
وتسخني العيش بكل سهوله، سواء فينو، خصوصا الفينو بصراحه بيبقى تحفه جدا كانه كده طازه وعيش، وبدل ما تسخني كده والعيش يتحرق منك ويبوظ. جربي بجد الفكره دي للمدارس، حلوه جدا. خصوصا يا جماعه العيش خساره، يعني لما بنحطه كده وننسى فبيتحرق، وده غلط جدا جدا. اسمع ان هو غلط جدا جدا علينا كلنا، ربنا يحفظنا. تعالوا بقى نشوف الفكره بعد كده. هاتي حته سلك كده وشويه زيت صغيرين، وتعالي بقى على الحيط بتاع المطبخ اللي مليان زيوت كده، مليان من اكتر حاجه زيوت، طبعا كلنا بنطبخ وكده. فده يعتبر ملين بيشيل اي زيوت من على مفاتيح النور، من على السيراميك، وهيساعدك جدا خصوصا لو مش عندك منظف. لو انت من الناس بقى اللي بتستخدم الكبه وبتكون كده ريحتها كده مش لطيفه خالص، خصوصا في التتبيلات، هقولك على فكره حلوه قوي. هتجيبي اي عيش ناشف موجود عندك وتحطي في الكبه بالشكل ده، تضربي مرتين 3 وتحطيهم وتسيبيهم كده للمره الجايه، هيسحب اي روايح كده كريهه، توم وبصل والتتبيلات وده كله، هيبقى ريحه الكبه كده جميله جدا. وتسيبيها مفتوحه بالشكل ده، اوعي تكتميها. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعدك. لو جالك بقى ضيوف فجاه ولقيتي ريحه كمكمه كده في الركنه عندك، طبعا لما بنرش المعطر بالشكل ده ما بيقعدش كتير خالص. فانا هقولك على فكره حلوه قوي. هتجيبي اي جوانتي موجود عندك، خصوصا الجوانتي ده اللي احنا جبناه وما بنستخدموش للمواعين، هتجيبيه بالشكل ده، وبعد كده هترشي المعطر عليه، وبعد كده تغسلي او تمشي كده على الريسبشن بكل سهوله. دي افضل طريقه علشان يثبت كده لحد كده ايه ما الضيوف يجوا، وبيثبت حقيقي يعني، بدل ما ترشي كده والرش كده بيمشي كده او بيبعد خالص في الهواء. جربي بجد الفكره دي، هتنفعك جدا وبتثبت اطول فتره ممكنه. لو انت عندك بقى الزباله بالشكل ده، هقولك على فكره حلوه قوي. طبعا بيتبقى كده شويه رمل في الاخر، خصوصا الجروف اللي بيكون متني، فانت هتروحي جايبه شويه ميه بالشكل ده، ممكن تمسحيها يا جماعه، بس دي برضو فكره ايه عمليه شويه. لو ما حدش عنده الموب، هتروحي جايبه فوطه وشويه ميه، وهيتشال كده الرمله المتبقيه بكل سهوله. جربي بجد الفكره دي هتعجبك. عندك بقى الفرخه ودايما كده بتطلعيها وبتكون كده نيه خالص، هاتي عصايه الشيش طاووق دي وخرميها كده من ناحيه الاكتاف. الاكتاف يا جماعه خصوصا لو انت عروسه جديده بتكون كده مش مستويه خالص. الفكره دي حلوه جدا، هتساعدك تستوي بكل سهوله. البرطمان ده يا جماعه برضو فكره تانية. هتجيبي اي جوانتي سيليكون وتفتحيه بكل سهوله لو هو معصلج معاكي. دي فكرتين برضو قدمتها لكم قبل كده. طيب الفكره دي بقى لو انت مثلا عندك حاجه كده فوق وعايزه تشيليها بالسلكه ومش طايله، هتجيبي حته سلكه وتعمليها بالشكل ده وتغسلي السيراميك بكل سهوله، خصوصا السيراميك المرتفع. عندك بقى كميه بصل كده ومش عارفه تقطعيها، لو عندك بقى فاكرين بتاعه الملوخيه، خصوصا لو كانت حاميه هتنجز جدا معاكي. ممكن تحطيه في طبق عشان يثبت كمان، لان الرخامه مش هيثبت قوي. وطبعا مع فكره المعلقه دي قدمتها قبل كده وقلت له استغربته، لكن ممكن تحطيها في بقك وكمان مش يعني بتمنع الدموع خالص. اتمنى الافكار النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه، واستنوني الفيديوهات الجايه. يلا والسلام عليكم.